دكتورة احنا نريد نطمئن الناس اللي تسمعنا. غسل الكلى يعني من تغسل الكلى ودع وليده كي تقول بنيته راح يموت، هذا اول وتالي يموت. طبعا هاي شنو وصل لهم رساله بهذه الطريقه؟ يعني هاي من الاشياء المؤسفه يعني اللي دا تصير، هو عدم فهم المرضى للغسل. هم يعني من يجي مريض بيوريا عاليه اكو هوايه ما يقدرون يغسلون ويقولون انه احنا ما نغسل لانه الغسل غسلوا وماتوا، يموت المريض يا الغسل. بالحقيقه الغسل ما يموت، هو اليوريا هي اللي تموت. كل ما المريض غسل او كت كل ما كان فرصه نجاته اكثر. الغسل هو عباره عن استبدال عمل الكلى. زين المريض اليوريا الخلل اللي صار نحاول بالضبط نحاول، لانه هو الغسل راح يستبدل عمل الكلى كاي علاج. بالضبط علاج. اذا المريض يرفض العلاج معناها ما عنده خيار للحياه يعني، وللاسف يعني اكو هواي اطفال باصرار ما قبلوا يعني توفوا الاطفال بسبب يعني اصرار اهلهم على عدم الغسل. زين مع العلم هو يعني ماكو خيار ثاني، يعني هو ماكو خيار ممكن ثاني. يتطور حالته نحو الاحسن ممكن ابن واحده لا لو ملتزم ويا الطبيب ومراجع وماخذ نصيحه الطبيب بالضبط. المختص. فنحن بالاطفال اذا غسل مؤقت راح يرجع مثل ما قلت لك، يعني احتمال يحتاج له شهر شهرين وبعدين يرجع. ماخذ هو فكره بان هو المشكله اللي توفى بسبب الغسل ذاك ممكن مرحلته تختلف عن المرحله اللي عنده، او انه غير نوع بالضبط مو فشل يعني هو رفض الغسل واج ظلت اليوريا تصعد كلش هوايه بحيث اليوريا هي اللي تقتله مو الغسل. زين اذا كان الفشل الكلوي مزمن احنا نخلي المريض على غسل صحيح ونخليه على جدول، بس هذا الجدول مو بالضروره يكون مستمر لان الطفل تقدر تزرع له. زين يعني احنا عندنا مثلا عندي تقريبا 5 أو 6 مرضى طبعا صح مكلفه بس ناجحه هسه. فيعني مو معناها يسمونه حكم اعدام للمريض من يغسل، لا اكو بالعكس مرحله انتقاليه امنه ممكن تعبرك هاي الخطوره اللي ممكن تؤدي الى الوفاه.